عملت ايه في موضوع المديرة بتاعتك؟ سيبك منها، انا عايزه اتكلم معاك في موضوع تاني. ماشي، الموضوع ايه؟ بصراحه مش عارفه اللي بنعمله ده صح ولا غلط. واحنا بنعمل ايه؟ يعني انا وانت تقريبا في ريليشن، وانا ومروان لسه سايبين بعض. اه. انت خايفة يعني تكوني بتنسي بيا؟ بصراحه وانا مش عايزه اعمل كده معاك. واكيد انا مش عايز اعمل كده في نفسي. استنى بس. ايه ده؟ دي انفيتيشن كليه حقوق. اه، دي حفلة كده بيعملوها كل كام سنة، بيعزموا فيها كل الطلبة المتخرجين من الجامعة. طب وانت هتروح؟ لا طبعا، اروح ازاي؟ انا في المكتب متداري بالعافية، لو رحت هبقى بسلم نفسي. طب لو كنت هتروح كنت هتاخد مين معاك؟ انت عارفة طبعا. كنت اروح انا وكريم. كريم مين يا ادم؟ ايه الغلاسه دي؟ انا ماشيه. شيرين، نعم. لو حاسة انك محتاجة وقت وعايزة تبعدي شوية انا تمام. بجد. مش هقدر. ايه؟ بقول لك لا، مش هقدر. طيب، مفيش اي حاجة على السريع كده قبل ما الست تطلع تاني؟ يا ترى بقى ايه الحاجه اللي ما تستناش للصبح؟ جمال العبودي، اشمعنى؟ عضو مجلس إدارة شركة البنا للمحاسبات. هنطيره. هي مش دي الشركه اللي ماسكه الحسابات بتاعتنا؟ مش بس كده، دول عملاء عندنا كمان. يعني ايه؟ يعني هم ماسكين الحسابات بتاعتنا واحنا ماسكين الشؤون القانونيه بتاعتهم، يعني زيتنا في ايدينا. الفايل ده فيه عقد التعيين بتاع أستاذ جمال العبودي، في كمان اللائحة الداخلية بتاعت مكتب البنا. طيب وهو لبس نفسه في ايه؟ تزوير. زور في المعاملات بتاعت الشركه؟ معاملات الشركة زي الفل وسجله نضيف جدا. هو زور في الشهادات بتاعت الجامعة اللي قدمها للمكتب. يعني ما اتخرجش من الجامعه اصلا؟ بتشبه؟ مكتب البنا للمحاسبات ماسك أكبر الشركات في مصر. لو اتعرف إن في حد مزور في منصب حساس زي ده هتبقى كارثة لسمعة مكتبنا احنا. الموضوع ده لازم يخلص بسرعة من غير شوشرة. يا نهار اسود. اهدى كده وما تحسسنيش إن على راسك بطحة. يا زين، ما هي لو فريده عرفت هتمشيني. أكيد طبعا. اكيد ايه؟ أكيد مش هسمح إن ده يحصل. طب وانا المفروض اعمل ايه؟ تأكد إن كل حاجة جوه الفايل ده صحيح.